السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم غادي نمشيو ان شاء الله من المحمدية للمسبح الكبير بالرباط. خليكم معنا نبارطاجي معكم الاجواء والثمن، ما تمشيو فين. غادي نمشيو ان شاء الله على طريق البحر بحال طالع على الصخيرات، ومن تما نكملوا وصل الرباط ان شاء الله. يعني غادي ندوزو على المنصورية، بوزنيقة، الصخيرات، ومن تما للرباط ان شاء الله. هو الخوت كاينين جوج انواع ديال الناس في هذا الكونجي، يا اما تبقى في المدينه ديالك وكل نهار دير شي خريجه، تمشي شي بلاصه، تمشي شي بيسين، تمشي لاكوا بارك، تمشي لدريم فيلاج مثلا. المهم في النواحي ديال المدينه ديالك تمشي لشي بلايصه زوينه، واخا تكون دخله بفلوس ماشي مشكل. والنوع الثاني عاوتاني ديال الناس كاين اللي تيخصص واحد البيدجي للسفر، تيسافر مثلا للشمال ولا شي مدينه اخرى وتيكري. هذا الباركينغ راه بالمجان، كاتبين عليه بالمجان وغير محروس. حنا وصلنا الخوت للمسبح الكبير، هو هذا. حنا الخوت درنا الرونبون رجعنا. كيف تشوفوا المسبح الكبير عنيت كبير ديال بصح، تبارك الله كبير، اول مره نجيو ليه. خليكم معنا ندخلوا ان شاء الله ونبارطاجيو معكم الاجواء. الباركينغ الخوت اللي مخصصينه للمسبح الكبير بالرباط راه هو هذاك اللي تيبان من بعيد. لقيته عامر صراحه، دخلت بقيت نضرب في الباركينغ تما واحد جوج دورات، في الاخر ما لقيتش بلاصه وجيت لهنا لهاد البلاصه. راه كاينين حاطين الناس طوموبيلاتهم، صح حطيتهم تما. ماشي شي مسافه اللي طويله زعما، راه ما كاملاش حتى 500 متر ولا اقل. غادي توصل للمسبح الكبير، تمشاو شويه فيها بس. يلا مرحبا بكم. المسبح الكبير للرباط الخوت هو أكبر مسبح في إفريقيا. المساحة ديال الأحواض المائية تتجاوز 17,000 متر مربع. فيه بزاف ديال الأحواض اللي تتناسب جميع الفئات العمرية على حساب الدراري الصغار ولا الكبار. يعني فيه من الغارق حتى اللي فريمون زعما غير صالح للدراري ديال 8 سنين ولا اقل. فيه المرافق الصحيه، كاين مستودعات فين تبدل حوايجك، كاين المطعم، كاين بحال الحانوت اللي تيبيع بزاف ديال الوجبات الخفيفه ولا الكلاص، يعني كلشي موجود. والساعات ديال العمل ديالو راه تيحل من 10 الصباح حتى ل 7 ديال العشيه. والثمن ديال الدخول هو 15 درهم فقط. جاء مباشرة على المحيط الأطلسي في شارع مصطفى السايح، ومن ناحية ديال الأمن راه عامر بالرجال ديال الأمن، وكاين حتى السباحين المنقذين. الأحواض عامرين بالممالح اللي تتبدل بانتظام باش يبقى ديما المنقي. بحكم الموقع ديالو بقرب المحيط الأطلسي، يعني دائما تياخذوا الماء جديد وتيحيدوا الماء القديم، ولكن المرافق الخوت فيهم الماء حلو صالح للشرب. جينا معطلين الخوت، جينا حتى 12 ما لقيناش بلاصتنا فين تجلس، ما كاينش. قبيله وانا تنقلب على البلاصه الخوت، الصراحه خص الواحد يجي بكري. هو تيحل مع العشرة، خاصك العشرة تكون هنايا الا بغيتي زعما تلقى شي بلايص. تبارك الله الناس تيجيو ليه بزاف. القدره الاستيعابيه ديال المسبح الكبير للرباط راه ما بين 12,000 حتى ل 15,000 ديال الناس، يعني واحد العدد كبير تبارك الله. إلى عجبك هذا المحتوى ما تنساش تدعمنا بابوني باش نستمروا في نشر هذه الفيديوهات. الصيف هذا الخوت الواحد يستغل يعوم شويه، دغيا تيدوز الصيف ويجي البرد، الواحد تيتنادم مع الحال كاع، تقول ما مشيت حتى شي مره للبحر، ما مشيت لا بيسين، ما درت والو. هما الخوت الواحد يستغل هذا الصيف. هذا المسبح الكبير للرباط والله الا زوين، يستاهل 15 درهم. 15 درهم ثمن رمزي. شوفوا تبارك الله قداش لابسين، شوفوا معايا الخوت. هذا راه واحد من بزاف، كاينين شي ثلاثه ديال لي بلاصه. هذا يلاه في متر ونص يقدروا يعوموا فيه الصغار، يعني صالح بزاف للصغار. متر ونص انا نطلع قدامكم تشوفوا الغرق. عندك
خوت والله الا عومه سانت اللي قريب شويه لنا واحد ديال الرباط كنصحكم اخويا تجيو للمسبح الكبير للرباط. حاجه وحده الخوت ما تجيوش بلاص بحال اللي درت انايا، راه ما لقيتش فين نجلس في الرشافه في الارض. حنت هنايا راه كاينين واحد العدد كبير ديال الباراسولات وديال الكراسه، ولكن واخا هكاك مع تبارك الله تيجيو الناس بزاف، راه البلايص دغيا تتسالاو. كاينين كراسه بيضين والباراسولات لعلك ترضى، ولكن العدد ديال الناس هو كبير. المسبح كبير تبارك الله بزاف، تقدر تبقى تعوم حتى تشبع. زعما الا بغيتي تجي تريني ولا بغيتي تبقى تعوم كيف ما كان الحال احسن من البحر، حيت ما كاينش داك الامواج، ما كاينش ديك الرمله، ما تتعمر لا برمله لا والو، تتبقى تتعوم حتى تتشبع. صراحه الناس يجيبوا وليداتهم لهنايا، واخا تعرف تجي من كازا اللي عندك الوليدات راه مزيان، غادي تخسر مثلا واحد 100 درهم ديال المازوت، ولكن الدخله راه ب 15 درهم. يعني عندك جوج ثلاثه ديال الوليدات غادي تقام عليك رخص من الا مشيتي لشي بيسين نيت في كازا، وتتبدل الجو، تتشوف هذا المسبح قداش تبارك الله. راه ما كاينش بحالو في الحجم. راه كي قلنا المجموع الإجمالي ديال هاد المساحة ديال هاد لي باسان راه 17,000 متر كاري. يعني أول مرة نسمع هاد الرقم المهول، يعني واحد المساحة اللي كبيرة تبارك الله. تعداد الناس ديال الرباط بهاد المسبح راه يقدروا يجيو ليه جوج ثلاثة المرات في السيمانة مع قراب. يعني الواحد ما عندو لا شي يهبط للبحر، حتى الثمن راه رمزي. كاين مسبح خاص بالأطفال أقل من 8 سنوات. هذا المسبح خاص بالأطفال أقل من 8 ديال السنوات، راه ما غارقش. كيف تتشوفوا الآباء مقابلين وليداتهم من على برا، يعني مأمن ديال بصح. اللي عنده الوليدات صغار ما عنده لا شي يخاف عليهم، غيجيبهم لهذا المسبح وغادي يبقى حاضيهم. يعني مسبح ما غارقش، ما عندهم ما يطرى لهم. هذا المسبح اللي دايز حداه كاين من الجهه ديال اليمين كاين متر و80، ومن الجهه ديال اليسار 2 متر. هذا الخوت مسبح اولمبي اللي بغى يتريني ديالو بصح راه طويل، المسافه طويله، يعني بحال اللي تترينيو فيه الناس البروفيسيونيل. تقدر تتلاح من واحد المنصه وتبقى تدرع حتى للراس وتتعاود ترجع. الا عندك شي سوفل راه ما تعوم. زعما هنا بالنسبه للكبار اللي باغيين يترينيو زعما السباحه، راه هنا مكان مناسب. هذاك اللي من اللي ما عرفتش ديال الصغار، ديال الصغار. حدا المسبح الاولمبي كاين واحد الباسان اللي فيه 4 متر ديال القرب، يعني غارق ديال بصح بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الغطس، اللي بغى يستمتع بالغطس ويتعلم انه يحبس النفس لمده طويله. هذا المسبح مناسب بزاف.
نجرب هذا المسبح الاولمبي نشوف واش نقدر نكمل زعما الباركور من الراس حتى للراس، نشوف واش عندي شي سفل. ما قدرش الخوت نكمل داك يالّا المسافة كمّل. كاملة، تقريبا ضربت أكثر من النص ديال المسافة وقفت ارتاحيت شوية عاد كملت. صراحة الخوت تنصحكم إلا كنتو أكثر من 30 سنة كنصحكم بالرياضة، يا إما تقيد دير ناطاسيون ولا دير جري، دير شي رياضة اللي فيها تتريني الكارديو. الصراحة نصيحة زعما تنعطيها لكم من القلب، يعني ضروري ما تريني، إذا الإنسان فات 30 سنة وما كانش يتريني راه الصحة ديالو تبقى ترجع باللور. هنا الخوت جربت داك الباصان اللي فيه 2 مترو، حتى هو راه كبير تبارك الله تبقى تعوم فيه حتى تشبع، ومع غارق ما تلقاش فيه بزاف الدراري الصغار من غير اللي تيعرفوا يعوموا مزيان. كاينه سيارات الاسعاف الا قدر الله شي واحد سخاف ولا طرات ليه شي حاجه، كاينه السياره ديال القوات المساعده، يعني تبارك الله عليهم قايمين بالواجب. كاينين دوشات بالمحلو راه كتار بزاف، وحده المرافق الصحيه من جهه اخرى راه كاين واحد الصف طويل دوش واحد حدا واحد، يعني كاين اكثر من 20 دوش متصافين في صف واحد، من غير هادو اللي تيكونوا مرات تلقى بحال الدوشات اللي تيكون فيه ثلاثه. كيف تشوفوا معايا الناس اللي تيجيو معطلين تيفرشوا غير في الارض، تيديروا فوطه ويجلسوا في الارض. اما الناس اللي تيجيو شويه بكري راه تيقدروا يشدوا باراسول مع الكراسه، كاينين كراسه غراتوي، الكراسه البيضين ديال بلاستيك راه مجان، وحتى الباراسولات راهم بالمجان. كاين هذا المحل هذا اللي تشوفوا معايا راه بحال مول الحانوت، عنده كاع داكشي اللي عند مول الحانوت، عنده بيموات، عنده مونادا، عنده لي كلاص، غير هو زايد واحد شويه على برا. مثلا الحاجه اللي تلقاها تتباع نقولوا ب 3 دراهم تقدر تلقاها ب 4 دراهم، حاجه ديال 5 دراهم تقدر تلقاها مثلا ب 8 دراهم. ب 4 دراهم الثمن مناسب، ما زايدينش على برا تشري ب 3 دراهم ولا تشري ب 4 دراهم. هاد البلاصه اللي تتبان لكم راه تيبان لكم واحد جوج شبكات صغار، وحده دايرينها للتينيس الدراري اللي بغاو يلعبوا التينيس، وحده دايرينها ديال الفولي اللي بغاو يلعبوا الفولي. ثلاثه هادي وباقي الناس يلا تيجيو. الناس اللي ساكنين قراب ما عندهمش مشكل انهم يجيو حتى مورا العصر كاع، حيت الثمن مرفق، يعني 15 درهم واخا تجي حتى مورا العصر دوز غير ساعتين وتمشي راه عادي ما فيها حتى شي مشكل. انا شخصيا كون كنت ساكن في الرباط غادي ندوز وقت اكثر هنا في المسبح الكبير، يعني غادي نجي واحد جوج حتى ثلاثه المرات في السيمانه. المسبح الكبير كيطلع على المحيط الاطلسي اللي منه كياخذوا الماء، كيبان واحد المنظر زوين من هاد الجهه المحيط الاطلسي ومن الجهه الاخرى المسبح الكبير.
ما كنتش عارف بلا كاين هنا سناك باثمنه جد مناسبه. داكشي علاش جبت معايا الغدا. مره اخرى الا جيت ما كاين لاش نجي متقل حيت الثمن راه جد مناسب. هذا هو المنيو ديال السناك ديال المسبح الكبير. كيف تشوفوا معايا اثمنه مناسبه. كاين تاكوس يعني تقريبا ابتداء من 35 درهم، بيتزا تاهي ابتداء من 30 درهم، لي ساندويتش دون غير ب 20 درهم بحال في سناكات على برا. ما سخيتش اخوتي بالمسبح الكبير، ولكن تقريبا وصل دابا الوقيته ديال العصر خصني نمشي. يعني هي هذه الخرجه ديالو، ماشي من نفس البلاصه اللي تدخل فيها، ماشي هي نيت ملي تخرج، كاينه واحد الخرجه بوحدها كيف تشوفوا معايا. هنا فين قطعت لي بيي وشويه لقدام كاين واحد لي باساج فين تعطيهم التيكيته ديالك باش تدخل. هنا خواتاتي غادي يكون صاير الفيديو ديال اليوم. تشكركم بزاف على التتبع ديالكم، كنتمنى يكون عجبكم المسبح الكبير ديال الرباط، وحتى لهنا تنقول لكم تهلاو. ما تنساوناش اخوتي من ابوني باش نقدروا نكبروا لاشين، وشكرا على حسن المتابعه.